السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم بغيت نشارك معكم الطاوه ديال الحوت بالخضر في الفران اللي كتجي من اروع ما يكون، كتجي لذيذه لذيذه بزاف. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وتتبعوه معايا حتى الاخير. هانتوما راه من بعد ما طابت كتجي معلكه. ندوزو المقادير وطريقه التحضير، طريقه اللي بسيطه وسهله. هانتوما هنا عندي 5 سنيونات ديال الثومه اللي محكوكين كبارين شويه، وكندير 3 المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. وكندير معلقه ديال التحميره صغيره عامره، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه ديال الكمون حتى هي صغيره، معلقه معمره ديال الابزار حتى هي صغيره، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الملحه، والملحه كتبقى على حسب الذوق، نص كاس ديال الزيت الروميه البلديه غادا نزيدها حتى الاخر حتى طيب ليا الطاوه ديالي، عاد غنزيد عليها شويه ديال الزيت بلديه. هنا كندير هاد نص حمضه كنعصرها مزيان على هاد الشرموله. هانتوما كنزيد معلقه كبيره ديال الخل، وكنزيد واحد نص كاس صغير ديال الماء. الحوت ديالي هو هذا كنقولوا له حنا التونينه هنا في العرايش. وصافي كنخلط هاد الشرموله هكا مزيان مزيان، وكنشرمل هاد الحوت هكا مزيان. كيجي في الطاوه واعر، كيجي لذيذ. جربوه بهاد الطريقه هذه وغادي يعجبكم بزاف. وصافي كنشرملوه هكا مزيان مزيان، وكنخليه شي شويه في العطريه. هانتوما ربع ساعه هكا في العطريه، وإلا كان عندكم الوقت خليوه حتى نص ساعه ولا ساعه. شحال ما بقى في العطريه شحال ما كيزيد يبنان. هنا عندي بصله وحده، مطيشه وحده، فلفله، 3 خيزيوات، 4 البطاطا، 2 قريعات. المهم كل واحد يدير على حسب الافراد العائله اللي عندهم في الدار. صافي كنقطع هاد خيزو دوائر هكا دواور. وصافي كنقطع هاد خيزو بهذا الشكل هذا، يكون رقيق شويه باش دغيا كيطيب. وكنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه مع الحباب ومع الاصدقاء، وكنتمنى الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، وتخليو لي كومونطيرات زوينه ديالكم. وكنتمنى يا ربي هادشي اللي كنحطيكم كيعجبكم، تكونوا كتستافدوا منه. وصافي ملي رجعتها في الاناء الاخر الصغير، زدت عليه هذيك شويه د الماء، كنزيد شويه د الملحه. هانتوما وكنبقى نخلط هكا بهذا الشكل العطريه باش
وصافي دابا كنقطع المطيشه هانتوما. كنقطع مطيشه، كنقطع البصله حتى هي بهذا الشكل هذا دوائر، وكنحلها هكا، نزيد عليها مطيشه هكا من الفوق. الخضره كامله راه كلشي كيطيب. هاد الخضره مخلطه كتجي لذيذه، كتجي زوينه بزاف في الطاوه ديال الحوت. كندير هذيك الخضره كامله، كنزيد عليها ديك العطريه اللي بقات، هانتوما ديك الشرموله اللي بقات كنزيدها فوق الخضر، وما كنديرش الماء اللي درت في الاول صافي. الحوت هذا من الفوق هانتوما راه مشارمل مزيان. وقيت راه الفران عندي كيسخن باش ملي ندخل ليه الطاوه ديالي يكون سخون دغيا طيب. هانتوما ديك الشرموله اللي كتبقى كنزيدو هكا، كنزيدها هكا فوق الحوت هانتوما. وصافي دابا غادا ندير الكاغيط ديال المطبخ هو الاول نغطيه بها، وصافي كنزيد هكا دوائر ديال الحامض. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال السحتر كنحتحتو كنديرو هكا فوق منها، حتى هو كيعطي واحد المذاق اللي رائع لهاد الطاوه، كيجي غزال. وصافي كنغطيها بالكاغيط ديال المطبخ، وكنغطيها بالكاغيط ديال الالومنيوم، كندخلها الفران اللي سخون، وكنخليها كطيب. كتبقى كطيب شي ساعه ونص. هانتوما دابا من بعد ما غطيتها غادا ندخلها الفران ديال الغاز. وصافي الطاوه ديالي هي هذه، من بعد ما طابت كتجي معلكه، كتجي لذيذه. نتمنى تجربوها بهذه الطريقه هذه وتنال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، وكنتمنى الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم والكومنتيرات ديال الزوينه ديالكم، وتبارطاجيو القناه ديالي الى عجبتكم. شكرا لكم، والى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.